المنتخب الاسباني وحصولكم على المركز الثاني في مجموعتكم. في الواقع كنا نتمنى أن نتبوأ صدارة المجموعة، وتحدثنا عن ذلك قبل بداية البرنامج بأن كان هنالك مفاجآت كثيرة في هذا المونديال، وهذا ما يميز كأس العالم هنا في قطر. نحن نعم تأهلنا إلى الدور التالي وكثاني المجموعة، ولكن هذا ما يميز كرة القدم، هذا هو جمال كرة القدم. أي منتخب من الممكن أن يتأهل، وهذا جعلنا أن نلعب ونعمل أكثر بتواضع. شكرا جزيلا. وبالتالي أن نحاول أن نعمل بصورة ممتازة ونواجه منتخب كبير مثل منتخب المغرب. يزعجك القول أن إسبانيا لربما فضلت المركز الثاني لتقابل المغرب أفضل من أن تقابل المنتخب الكرواتي؟ تحليل بعض الصحفيين أو النقاد الرياضيين. كلا، في الواقع أنا لا أرى ذلك أبدا. أنا أعرف جيدا الفريق والطاقم الفني، ونحن قاتلنا من أجل أن نتبوأ صدارة المجموعة، ولكن هذا لم يكن ممكنا. الآن سنواجه منتخبا قام بعمل كبير، المنتخب المغربي، وهو بلد شقيق بالنسبة لنا. نحن نحب بعضنا البعض. المنتخب المغربي، المغرب وإسبانيا، هنالك علاقة وطيدة بين البلدين، وبالتالي واحد من المنتخبين سيبقى خارج البطولة، وبالطبع آمل أن يتأهل المنتخب الإسباني. هذه هي أمنيتي. العادة المنتخبات الكبيرة تبدأ مستويات تصاعدية، يعني مباراة بعد مباراة تلاقيها تصل إلى فورمة كبيرة، كما هو الحال مع المنتخب الإسباني في 2010 خسرته أمام سويسرا، ولكن حققت البطولة في النهاية. هذه البطولة قد يخشى البعض عليكم باعتبار أن أنت بديت بداية تصاعدية عالية، 7 في المباراة الأولى، ثم على كوستاريكا، ثم تعادل مع المنتخب الألماني، ثم خسارة من المنتخب الياباني. ألا تخشى أن يكون نهاية طموحكم في الدور الأول دور 16 باعتبار من الأعلى إلى الأسفل كمستوى؟ في كرة القدم ليس هنالك مجال لعلم الرياضيات ولا مسيرتي الرياضية، والآن كرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمكن أن نؤكد لك بأنني لم أرى هنالك ربما مسألة رياضية واضحة في عالم كرة القدم. نحن نسير كل مباراة بمباراة. الآن نحن أمام منتخب قوي في دور ثمن النهائي، وبالطبع من الصعب جدا أن نفوز عليه. وبالنسبة لنا نحن منتخب نحب الاستحواذ على الكرة، ربما نصل في بعض الأحيان إلى 80% من الاستحواذ من خلال الامتلاك الكرة. من الممكن أن نصنع الكثير من الفرص، سنرى ماذا سيحدث، ولكن لدي أحاسيس إيجابية جدا. ولكن بالطبع كان هنالك خيبة أمل كبيرة فيما حصل في مباراة الأمس، ولكن نحن في حالة ممتازة، وربما كان هذا درس مهم من أجل أن نتعلم أكثر، من أجل أن يحاول كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه وأقصى ما لديه على أرضية الميدان، ومن أجل أن نصل في أفضل صورة لكل مباراة. في نسخة 22 لاحظنا المنتخبات، خلينا نقول لك اللي مستواها أقل من المنتخبات الكبيرة أو الغير مرشحة حتى لإحراز اللقب أو حتى التأهل بعد مجموعتها، استطاعت الفوز على منتخبات كبيرة كالبرازيل، كإسبانيا، كالأرجنتين، كألمانيا، فرنسا، بلجيكا. أصبحنا نشاهد المنتخب السعودي يفوز، الياباني يفوز، الأرجنتيني الكوري الجنوبي يفوز، استراليا تفوز. يعني لاحظنا الكاميرون اليوم فازت. هل هذا يعتبر تهديد لعرش الكرة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، أن الاتجاه ممكن قد يتجه حتى إلى آسيا، باعتبار أن اليوم شفنا استراليا وكوريا الجنوبية واليابان 3 منتخبات للتاريخ يكون تأهل لأول مرة دور 16. بالنسبة لي كرة القدم تكون أفضل بكثير هكذا. أنا بالنسبة لنا لا أرى بأن هنالك منتخب أو يمكن أن نصنف المنتخبات ينتمون إلى آسيا أو أمريكا الجنوبية وهم أقل
من أوروبا. كل منتخب له فرص. صحيح أن أوروبا هي في مستوى أعلى من المنتخبات الأخرى، ولكن عندما نشاهد هذا ونشاهد بالطبع بالنسبة لنا نحن دائما ما نظهر تواضع واحترام لكل المنافسين ولكل المنتخبات التي تلعب أمامهم المنتخب الإسباني، وبالتالي أيضا يجب أن نلعب بثقة وبالقوة العقلية والذهنية التي تساعدنا على الفوز في كل مباراة. أعتقد بأننا قادرون على أن نكون أفضل من أي منافس، وأظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، ولكن شاهدنا في هذه البطولة في المباراة الأخيرة 5 أو 10 دقائق لا تؤدي في أفضل مستوياتك من الممكن أن تخسر المباراة. نأمل ألا يحدث ذلك معنا وأن نواصل وأن نفوز على المنتخب المغربي. نتكلم على كاس العالم الحالية الآن. أنا أشوف مستوى المنتخبات مستوى جدا عالي. كل المنتخبات اللي شاركت الأغلبية منتخبات عالية المستوى. دور ال16 أنا راح أشوف منافسة حامية الوطيس بين المنتخبات، وكل مباراة راح تكون نهائي حقيقي، نهائي بطولة حتى على المستوى الفني. فهل أنت متخوف من ما سيعقب ذلك من منافسة شرسة؟ في الواقع أنا هادئ ومطمئن وسعيد جدا. في كأس العالم لا يجب أن تخشى أي شيء أو تهاب أي شيء. عندما تكون في بلد وكل الملاعب قريبة من بعضها البعض فهذا يسمح لك بأن تحضر لأكثر من مباراة. أعتقد بأن المنظمين هنا في دولة قطر قاموا بعمل كبير. نحن تحدثنا مع سفير قطر في دولة إسبانيا وأيضا القنصل في مدينة برشلونة، قنصل قطر في برشلونة، ولدينا علاقة بطبيعة الحال مع السيد الخليفي وأيضا مع السيد حسن الذوادي، وعرفنا كل التفاصيل وجئنا إلى هنا إلى قطر في العديد من المناسبات، وتحدثنا مع ممثلي السفارة الإسبانية والذي هو الآن هنالك سفير مختلف عن السفيرة بيلين والتي كانت موجودة في السابق. ولكن إذا تحدثنا بالطبع عن الجانب الفني والتقني نحن سعداء جدا. نحن بالنسبة لنا نقيم في الجامعة، إقامة المنتخب الإسباني في الجامعة، وبالطبع كان هنالك عمل كبير أن يكون كل شيء متاح بالنسبة لنا وسهل، ونحن سعداء جدا ولن نخاف أو نخشى أو نهاب أي شيء، بل سنستمتع بكل لحظة. كأس العالم هي فرصة فريدة جدا أن يكون هنالك ثقافات مختلفة وكل ثقافة تعرف الأخرى. من المنتخب الذي لفت انتباهك؟ أعتقد كان هنالك الكثير من المنتخبات، من بينها منتخب المغرب. المنتخب المغربي هو منتخب على الطراز الأوروبي، هذا صحيح. هنالك العديد من اللاعبين المعروفين بالنسبة لنا في إسبانيا وفي كل بلدان الأوروبية، وهو منتخب يتمتع بقوة بدنية كبيرة وسيعقد الأمور علينا. نحن المنتخب الإسباني وأيضا يعملون بصورة ممتازة، وهو بلد أيضا محبوبة في كل الوطن العربي، ويشعرون أنهم كما لو يلعبون في بيتهم هنا في قطر، وهذا ما نشعر به ونلمسه في الشارع بأن هنالك الكثير من الأشخاص. صحيح هنالك أشخاص يرتدون قميص الإسباني ويقولون بأننا المنتخب المرشح له، ولكن عندما نلعب أمام المغرب سنلعب خارج الديار، والمغرب سيلعب كما لو كان ذلك هو بيته، كما لو كانت قطر هو بيته. ولكن أريد من الجميع أن يشجع المنتخب الإسباني. سيد روبياليس، مرحبا بك في الدوحة. أنا مغربي وسأعود لقطر 2022. بس عفوا كلاكما مغربيان. ماذا يحدث هنا برفقة مغربيان؟ هذا منافسك راح يكون. أنا لدي الكثير من الأصدقاء المغربيين والآن صديقان آخران. برنامج شيرينغيتو أمس استصغر كثيرا المنتخب الوطني المغربي، وقال بأن اللاعبين المغاربة في إسبانيا لاعبين غير متمكنين، رغم أن هناك 4 لاعبين مغاربة في إسبانيا، 2 في إشبيلية. استصغروا النصيري رغم أنه قبل سنة كان سجل 27 هدف لا ليغا. وهناك لاعبين مكونين في إسبانيا، أشرف حكيمي في ريال مدريد، عبدي زلزولي،
كذلك منير محمدي. هل لا تظن أن هذا في صالح المنتخب المغربي، استصغار المنتخب المغربي بهذه الطريقة؟ وألا تظن أن هذا يعود إلى خوف شيرينغيتو من المنتخب المغربي؟ في الواقع من الممكن أن أؤكد لك بأننا نكن احترام كبير للمنتخب المغربي وللبلد أيضا. لبلد المغرب لدي علاقة وطيدة جدا مع سفيرة المغرب في إسبانيا صديقتي كريمة. نحن نتحدث كثيرا وقريبا جدا سأستقبل رسالة منها وأنا سأرسل لها الرسالة. وفي النهاية ثقافتان قريبتان أو بلدان قريبتان وثقافتان أيضا، ومن يمكن أن يقول ذلك لا يمكن أن أتحدث عنه. ولكن بالنسبة لي نحن الاتحاد الإسباني نكن احترام كبير للمنتخب المغربي، ولكن نثق في لاعبينا ونأمل في أن نترشح إلى الدور التالي. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، ولكن نحن سنفعل كل شيء من أجل أن نترشح. ويحدث ما يحدث سنتصافح بعد نهاية المباراة مع لاعبي المغرب لأننا نحترمهم وهم لاعبون كبار جدا. أنك أندلسي قريب جدا من ثقافتنا العربية والمسلمة. وأنت تعرف جيدا غرناطة وما هي غرناطة بالنسبة للمغاربة. الكثير من المغاربة هنالك في غرناطة. أنا طبعا أشرف قال لي افتح الوقت معك واخذ راحتي، لانه هو دائما يقول لي لك وقت معين مع ضيوف، لانه هو انت مش ضيفي انا، انت ضيف اشرف، واشرف صاحب المكان. فبما انه هو فتح لي أنا هو المدير عندي. كلا أشرف هو صديقي ولكن أنا ضيف للبرنامج وأنا ضيفك أنت، وأنا ممتن جدا بالتواجد هنا. هل هذا صحيح أشرف؟ أشرف صديقك وأنا صديق أشرف، إذا أنا صديقك هذا. طيب بس لا احنا ولكن هل تشجع المغرب أيضا؟ أنا أشجع المغرب، نعم. أنا مع العرب، أنا آسف. لكن عموما إن شاء الله أنا اسمح لي انا اسف يعني. احمد الرواس، انا حاب ان اقول لك شغله. انا احترم واحب الكره الاسبانيه كثيرا، ومتابعين وشغوفين جدا بكره القدم في اسبانيا، ولا نفوت ابدا مباريات الدوري الاسباني حضورا في اسبانيا او حتى من خلال شاشه البي ان سبورت. لكن عموما توضيح بسيط، الضيوف اللي تشوفهم في المجلس هنا من كل بستان زهر، كلهم من دول عربية مختلفة. عندك من دول الخليج، من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن عمان، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من الأردن، من العراق، من مصر. فخليط من الوطن العربي طبعا ما بين كل الدول العربية عندي في الليفل. هذه البطولة احنا نسميها بطولة كل العرب كما قال سيدي سمو الأمير، فبالتالي هي فعلا تستحق ان نجتمع مع هؤلاء العرب يعني والحديث. فمن الصعب علي حتى نقول اشجع اسبانيا في وجود العرب، يعني انت عارف ايش راح يصير فيني. اتفهم ذلك تماما، اتفهم ذلك. انت شوف ضخامه اشرف وشوف ضخامه اسامه وشوف هالمسكين بينهم. ماذا سنفعل في النهاية؟ لا أعرف ماذا سأفعل، ولكن الأهم هو يوم السادس أن نفوز، وإذا لم نفوز أكرر مرة أخرى إسبانيا تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضا.